الاوفرلاب هو اي حاجه بتبقى متاخره عن الحركه الطبيعيه. يعني مثلا لو قلنا مثلا الكوره ديت هتتحرك من هنا لهنا، فلازم هيبقى فيه اوفرلاب للحركه بتاعتها، مش هتبقى الحركه لينير بس كده، لا هي الديل بتاعها ده او الحليه بتاعتها اللي متعلقه دي هتبتدي تتحرك ويبقى متاخره شويه، لان هي سكندري اكشن. هما الاتنين تقريبا قريبين قوي من بعض، لان هي سكندري اكشن هي مش الفيرست اكشن، فهي معتمده على الحركه الاساسيه، فبتتاخر شويه عنها وتبتدي تعمل فولو ثرو، ان هي بوزنها بتبتدي تتحرك لقدام وترجع لورا وتفضل تتهز لغايه لما تثبت في الاخر. ده الفولو ثرو كبرنسبل في الانيميشن، والاوفرلابنج في نفس الوقت. وهنشرح المبدئين في التمرين ده، وان شاء الله يكونوا واضحين بالنسبه لنا. في شويه نتشات بسيطه محتاجه تتظبط، بس هو ده مبدئيا شرح الفولو ثرو والاوفرلاب اكشن والسكندري اكشن.